بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. السلام حبيباتي، السلام غالياتي، السلام على كل من دخل قناتي والله مر عليها وشافها. السلام عليكم جميعا وعلى كل متتبعيني. وصفة اليوم إن شاء الله وصفة تحلو وهكذا جبتها لكم في العادي كروكي. إن شاء الله بثلاث حبات بيض، ساهل في وكفاتي وموجداته، يعني ينفع هكذا القهوة تاع العشية تاع الفطور. سختو دركا الوليدات رايحين يحطوا الباك، ربي ان شاء الله ينجحهم تلقي حاجه واش تعطيها لهم على الصباح كيما العاده تاعنا بكري، حاجه اللي هي حلوه. درت 3 حبات بيض، درت لهم انايا كاس نتاع سكر، ملعقه كبيره، يعني درت 2 مغارف انايا صغار، ما يعادل نص ملعقه تاع فاني. اللي عندك برش الليمون كذلك ممكن تضيفي رشه الملح، الحاجه اللي ديما بالزيت، ونخلط مليح. شتيتي بيدك ولا بلافوي ولا بالمضرب الكهربائي، انا حبيت نخفف هكا على روحي ونسهل. جبت هنا كاس بالعادي، كاس نتاع زيت، وضفته كذلك على دفعات. وهذاك السكر حبيبتي ضربته مليح، يعني مش كيما راه موضح، يعني عطيت له الوقت وانا نضرب فيه. طبعا مش حندير الفيديو كيما راهو. وهذاك الزيت بديت ندير فيه على 3 دفعات، يعني درته على 3 دفعات. وجبت هنايا واحد ربع كاس نتاع حليب. تعرفوني ديما الكروكي نتاعي انا ندير فيه شويه حليب هكا، اولا يجيني شويه زاكي ويجيني كذلك طري، ما يجيش هذاك اليابس. ولا المهم، انا هذا طبيعتي نشتي شويه يجيني زاكي. كنكثروا الحليب، درت واحد الربع كاس فقط حليب. يزكي لك الخليط نتاعك، يعطيه لك وكذلك يجعله لك اطري. كي نديروا له الحليب نديروا له شويه نشا، لازم نشا، نقولوا حليب لازم نشا. لما درتيش الحليب يعني مش لازم انشا. هنايا كيلت قدامكم كاس نتاع نشا، بالكاس العادي تاع اللي هو 220 ملي، كاس كبير، لاني درت هنايا كميه كبيره تاع الحليب اللي هي 4 كاس تقريبا من الكاس نفسه اللي كيلته نتاع حليب. لا درتي كثر يعني حوالي نص، ديري حوالي كاس ونص تاع يعني نشا هكذا، باش نبقاو ديما في الطراوه ويجيك طري. غير تشربي به هذيك القهوه نتاعك يذوب ذوبان، يعني ما تجي تهزي من الفنجان كاين نشتو غمسوا الحلوى، يعني يتفتت لك في الحليب نتاعك. تخلطيه مليح. ضفت له هنايا 2 ساشي ونص نتاع الخميره، ساشي ونص تاع الخميره هكذا. خلطتهم مليح. تخلطي اولا هذه دائما نشا كذا باش توزع مع بعضها بلا فويس تاع عند حنايا. ودرت له هنايا الخميره، نعرفوا دائما فيها كميه من الرطوبه، من الاحسن تغربليها هي والفرينه، حتى النشا نتاعو ولا النشا نتاعك لا مطول عنده مده، نعرفوه باللي شويه يرقد على بعضه نقولوا حنايا ويتكتل. يعني انا نخدم بهم على كاك ما يفزدوليش ثم، يعني نشري، ما نشريش بكميه كبيره، نشري غير بكميه صغيره تاع 20 15 الف، ما نشريش كميه كبيره. وهذه ننصح بها دائما اي وحده، ما تشريش بكميه كبيره. لكانك تخدمي غير الدار ما تشريش بكميه كبيره، كانك تخدمي ربي يعطيك القسم. لا واش عليه، هذيك كيبانه، هذيك خدمه لازم ديما تخرجي مش تشري، يعني شري كميه قليله هكذا تخدمي بها، يعني 4 خطرات، يعني نقولوا حنايا 5. وعودي اشري تبقى ديما الحاجه تاعك فريشكه وجديده. بديت هنايا بعد ما دخلت هذاك النشا والخميره، بديت نضيف في الفرينه هنايا غربلتها درتها في الباطه هذه. وبديت ندخل فيها. من الاحسن دائما الفرينه حط لوحيها بشويه، من الاحسن دائما الفرينه بشويه وتخلط دائما باطراف الاصابع. يعني لاش شتيو دائما هذا الحوايج تشتي البلاصه الواسعه. تشوفوا فيا بسيف ما دخلتها بكري، كانوا مالينا يديروها في القصعه. الكروكي كانوا يمحروه مع السكر، البيض يمحروه بليدين، وكل حاجه تدخل بشويه ويبداو يديروه غير في القصعه هذيك الواسعه. دوك احنا قالش الواحد تولي لنا نديروا في الحوايج هذه نضيقوا فيها على رواحنا. هاك تشوف فيا بالسيف ما ندخل فيه في الفرينه، بالسيف ما راني ندخل فيها. المهم في هذيك الفرينه الحق انا ما كيلتش، درت عيني ميزاني. المهم وين يبقى لك العجينه تكون طريه، ما تخليهاش يابسه. لا يبستيه راه يتشقق لك هذاك الكروكي تاعك، يجيك مفلق نقولوا حنايا، ما يجيكش مليح. ولا درتيه طري كما ديما ننصحكم به راه يتفرش ويجيك رقيق. يعني خليك بين البنين، ديما العجينه تاعك خليها بين البنين. بقيت هكذا نضيف فيه بالتدريج وبالشويه حتى نتحصل في الاخير على عجينه تكون متماسكه وطريه في نفس الوقت. درت لها شويه تاع زيت هكذا ولميتها وجملتها مع بعضها.
وبديت نشكل فيها تشكال يعني سهل. درتها انا بشكلين، كنت حنديرها شكل فريد، درتها بشكلين. انا كي نبدا نخدم تجيني الافكار، كنت زعما ندير نبدل الشكل زي اخر. بعدها قلت درنا كروكي خليه في الكروكي. نحيتهم كامل من الغيسيبيون، تشوفوا فيه طري ماهوش ناشف، ما خليتوش ناشف ولا هذاك اللي نقولوا حنايا اني نحي فيه في الغيسبيون من الغيسبيون هنايا، ما خليتوش هذاك اللي طري ياسر ياسر اللي هو يتفرش ولا الناشف. اللي كما قلت دائما خليك ديما كما يقولوا خير الامور اوسطها، خليك ديما في الوسط، الحاجه نتاعك تجيك مليحه، يعني الخدمه تاعك تجيك مليحه. هذه هي التشكيله، شكلت بالطريقه هذه. ونحط في البلاطو اللي تنتو بشويه تاع زيت، بكميه تاع زيت بالطريقه اللي موضحه قدامكم، ساهل في وقفه وانتي مديراتو هكذا. وتقراص قرصيه حليه، باسكو فيه الخميره ياسر حيطلع. ما تخافيش، ما تقوليش باللي اني رققته، لان فيه كميه من الخميره. الخميره طبعا حطلعوا تعدلي طبعا ديما عدلي بلا كوبات، ما تخليش هذاك الجناب هكذا هابطين. وقفيهم عدلينهم، عدلي هذوك الحواشي هذوك هكذا باش يجو كاري، حتى كي تبقى هذاك الجناب ولا اللي في الاول تاع هذاك البودان تجيك شغل معدوله قد ما تجيش عوجه. كملت كيما هكذا. زدت النوعيه الثانيه درتو في السنيوه. انا كنت مع الاول كامل حندير في السنيوه، من بعد قلت ندير شكل هكذا وشكل هكذا. النص تاعو درتو هكذا في السنيوه هذه، السنيوه اللي هي 25 على 25 درتو بالطريقه هذه، ويعطيك كميه كبيره كبيره كبيره. يعني ممكن يعني واحد السمانه انت تاكلي في الكروكي بالطريقه هذه، واحد السمانه انت تاكلي في الكروكي. زدت كذلك سويت له الوجه نتاعو والسطح نتاعو، جبت حبيبه بيض، درت له شويه تاع قهوه ودهنت بها الوجه نتاع الكروكي نتاعي هكذا. والفور كان يسخن كما قلت، حاجه سهله وبسيطه مع الوليدات ان شاء الله في الامتحان، وربي ينجحهم وينجح كل مؤمن هكذا بالطريقه هذه. درت له غير شويه تاع قهوه ونزيقزاقوه شويه هكذا بالفرشيطه كالعاده، ولا خليه كما راه، ولا ديري له شويه تاع كوكا ولا شويه جوجلانيه كما كانوا بكري كيما بغيتي. هذه هنايا الحركه الا باش ما يتنفخليش وما يتشقليش فقط، يعني ما نقولوا حنا ما يتفلحش كيما هكذا. ودخلتهم يطيبوا على درجه متوسطه، من انا ما نقويلوش ديما 180، ما نقويلوش، خليه يطيب في غردو. لازم يطيب مليح، خاطر قشره وخشيل لازم يطيب مليح هكذا، ويطيب احمر من تحت بيان، وزيد ثاني من فوق يتحمر مليح. ما تقويلوش النار، ما تقوليش هاو كروكي، لا لا، هو عباره على عجين. عطيله الوقت هكذا باش يطلع، وعطيله الوقت هكذا باش ما يجيكش. على بالك كاين اخرين يجيهم شغل طري طري طري، هذاك يروح من بعد شويه تلقيه كي طول لها تلقيه يبس يولي حجره. هذاك راه ما طابش مليح. اللي طيب مليح يقول لك كروكي، يعني يبقى كروكونت، يعني يبقى يعني في هذيك النفس كيما طيبتي مع الاول تلقيه مع الاخر. بصح لا درتي له في النار ياسر، نقول احنا قصفتيه في النار ياسر ولا قويتي له النار ياسر، يجيك مع الاول طايب تقول يا طري، ومن بعد هو يطول تلقيه نشوف لك ولا كذاك الخبز كل خبز يولي ناشف بعد خلاص. فمن الاحسن هكذا خليته بعد ما طاب. طيبت الاول هذا خليته برد، تشوفوا فين مس فيه برد، مشي طول يعني تقريبا دافي. وبديت نقطع فيه. عمرك ما تخليه يبرد طول، خليه دافي وبدروحي قصيه، يعني خليه نقولوا احنا يتنفس، ومن بعد اروحي قصيه. قصيته بالشكل هذا. وكذلك الاخر كان يطيب في نفس الوقت، طيبتهم ثاني قصيته جا ما شاء الله عليك. تشوفوا فيه يعني خفيف، ما جاش هذاك العالي ياسر، جا متوسط في العلو. علاش قلت لك انايا قد ما تقرصيه راهو يتنفخ لك الخميره فيه ياسر، في يعني 15 غرام تاع الخميره، يعني كميه كبيره. فهذه هي. كملته بالشكل هذا، قطعته قدامكم هاورا قدامكم، نوري لكم فيه من كل جهه هكذا باش تشوفوا يعني مصداقيه تاع الوصفه. حمرته مليح من تحت وزدت حمرته مليح من فوق، شتو ما جاش مفلح ما جاش مشقوق. ثاني هذا البلاطو الاخر ثاني يعني قصيته، شوفوا ما جاش محلول، ما هذاك الكروكي تاعي ما جاش محلول، جا كانه على استقامه واحده هكذا. قطعته كما نقولوا قسمته على 3، ومن بعد كل قسمه قطعتها شرائح كما نديروا الكروكي عادي خلاص بالطريقه هذه. شو العلو نتاعو
جا ما شاء الله عليه حميمر. نتمنى حبيباتي الوصفه نتاعي راهي عجبتكم اليوم ان شاء الله هكذا وتجربوها. اللي ما يشحلاش الكروكي عطيتها جميع الاسرار تاعي اللي طريقتي يعني بخاصه. نتمنى حبيبتي تجربوه. في الاخر ما نقول لكم دمتم اوفياء لقناتي ومع السلامه لوصفه اخرى ان شاء الله.